تيا اتفضل. أنا خاطب، وخطيبتي اعترفت لي إنها مش بنت، وإنها كانت على علاقة بواحد حبته وضحك عليها. بعد ما حصل بينهم علاقة أكتر من مرة اتخلى عنها وسابها. أنا قعدت فترة مش بكلمها عشان أفكر هل أنا فعلا عايز أكمل ولا أفركش الخطوبة، وهي كانت هتتجنن الفترة دي. وقررت في الآخر أسامحها وأكمل معاها علشان أستر عليها. لكن أنا فعلا مش قادر أنسى، وبشك فيها طول الوقت. لو خرجت أو تليفونها رن، أي حاجة بتحصل بحس إنها مش مظبوطة، وعايش على طول في قلق. وكل شوية أتخانق معاها، ومش عارف أكمل معاها ولا أسيبها. إيه رأي حضرتك؟ انا بس عايزه اعرف كلمه ضحك عليها دي. ضحك عليها دي كنا بنتفرج عليها من ايام افلام زكي رستم وفاتن حمام. هو لغايه النهارده في بنات بيضحك عليها؟ هو لغايه النهارده مش عارفين نربي البنات ان ما يضحكش عليها؟ يعني ايه ضحك عليها؟ ما ده برضو يعني منطق مش مقبول. لو في تربيه مش بس دينيه وعادات وتقاليد واصول تمنعها من ده، فكره ان حد يضحك عليها دي هتبقى صعبه قوي. وبعدين هو ضحك عليها، وبعدين هي بقى ايه جايه تقول له هو ضحك عليا، ف انا بقول لك من دلوقتي عشان ما بقاش ضحكت انا عليك، توافق او ما توافقش. انا ما اقدرش اقول لك توافق ولا ما توافقش، لان انا ما اعرفش ايه مزاياها التانية. ما اقدرش اقول لك انها انسانه وحشه، لكن كمان ما اقدرش اقول لك طالما مجرد ان السؤال ده جه في راسك وقلت انا هقدر انسى ولا لا، ارحمها وارحم نفسك وابعد عن الجوازه دي. لان طالما التفكير ده جه جوه دماغك فهي استحاله انك هتنسى، وملوش لازمه، مفيش داعي.